السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع قطع الغيار المضروبة تاني، لأن الناس سألتني والناس قالت ازاي نعرف، ازاي نستخدم البرنامج، ازاي نعرف اذا كان ده مضروب ولا لأ. الفيديو ده بيوضح لكم طريقة استخدام البرنامج، وازاي نعرف قطع الغيار المضروبة من اللي مش مضروبة. تمام. مبدئيا احنا هنحمل على التليفون عندنا ابلكيشن اسمه QR سكانر. تمام. ده لما بيفتح بيبقى شكله كده من جوه بالظبط. تمام. هنا هوت المكان اللي بيقرا الكود، اللي هو الباركود، اللي هو مثلا ده الحاجات الخطوط ديت. تمام. هنجرب مثلا دي بيضة مقص بتاعت لانوس. تمام. هنجيب التليفون وهنحط الخطوط قدامها، على طول بيقراها. هنعمل سيرش اون ويب، على طول طلعت لنا مظبوطة. تمام. هنجرب في حاجة تانية مثلا زي ده فيروسول مش لازم يكون قطع غيار على فكرة، عادي. هنشوف على طول هيقرا معانا، على طول قرا معانا، حتى بيطلع علم الدولة فوق. يعني مش شرط، ممكن تطلع لك علم الدولة، ممكن ما تطلعش. بيقرا لك الباركود بتاعه. نعمل سيرش اون ويب، هيطلع لك بايروسول على طول يعني. تمام. هنجرب في منتج تاني، دي اسلاك بوجيهات تسلا. تمام. جايبها من بره، المفروض انها تشيكي، مكتوب عليها هي تشيزك بابليك ريبابليك. تمام. هنعمل سكان على الباركود بتاعها، على طول قرا معانا، ظهر فوق علامة تشيك. تمام. نعمل سيرش برودكت اون ويب، على طول بتطلع لي الاسلاك اللي انا شاريها. تمام. بيطلع لي بياناتها، بيطلع لي كل حاجة عنها، حتى يطلع ممكن كمان يطلع لنا صور ليها. تمام. نيجي ده زي WD-40 من شركة لوكتايد. تمام. برضو نفس الكلام، نعمل سكان، على طول قرا معانا اهوت. تمام. سيرش اون ويب، هيطلع لي على طول المنتج من لوكتايد. تمام. نفس الكلام، ده سير باور او دينامو بتاع لانوس اصلي. على طول هيقرا معايا سيرش اون ويب، هيطلع لي على طول السير. تمام. في حالة ان قطعة الغيار مضروبة، مش هيطلع لك المنتج، او ممكن ما يقراش اصلا الباركود. دي فبرة قايم بتاعت لانوس، تركب على الباب اهي، على طول بيقرا معايا. تمام. لازم نقارن الرقم المكتوب هنا على التليفون اللي بيقرالي بالرقم اللي مكتوب هنا هوت على المنتج نفسه، مع الكلام اللي مكتوب على المنتج نفسه هنا هوت، اللي هو الديسكريبشن بتاعه. تمام. ساعات اللي بيضرب ممكن يضرب الباركود، لكن الرقم بيكون مختلف، فيقرا لك رقم مختلف على التليفون عن اللي مكتوب هنا. ممكن كمان يطلع لك الرقم صح، بس بتلاقي الكلام اللي هنا مكتوب غلط، فدي برضو تخلي بالك منها. ممكن تلاقي الباركود ما بيقراش خالص، في الحالة ديت بيكون المنتج 100% مضروب، لدرجة ان هو مفكرش ان هو يضرب الباركود. تمام. هنجرب برضو ده اهو، اويل سيل كرنك لانوس اصلي. على طول بتلاقي المنتج بيقرا معاك بسرعة. سيرش اون ويب، على طول هتلاقي المنتج طلع لك. لو الرقم غلط بيطلع لك بيطلع لك منتج تاني مش نفس المنتج دوت. تمام. اهي مثلا دي بقطعها،
الكيس بس بتاعها مبهدل شوية من عند الباركود، بس قرت معانا هي سيرش اون ويب، على طول بيطلع لي شكل البطاحة دي بتاعت لانوس 2. تمام. نفس الفكرة دي ممكن تكررها على اي حاجة، حتى الفلاتر بتاعة البنزين بتاعة اللانوس هي على طول برضو ممكن نجرب عليها على طول. ده كليبس كبوت اصلي، على طول بنلاقي المنتج الاصلي على طول بيطلع معانا الباركود بتاعه صح، على طول طلع لي الكليبس دون اي تعب، دون اي مشاكل خالص. زي ما اتفقنا الكلام ده ممكن ينفع على اي منتج، حتى مش شرط ان هو يكون جي ام، يكفي بس ان الماركة تكون ماركة محترمة، على طول هتلاقي يطلع لك الكود بتاعها وهتطلع لك الماركة. تمام. ده باختصار موضوع الباركود. برضو اهي قربة مية بالغطا، طبعا هنا القربة عندنا ليها باركود والغطا ليه باركود. بعمل سكان على الغطا على طول بيطلع لي الغطا، طلع لي على طول بالستيكر بتاعه كمان هنا هوت، عشان خاطر ممكن اقارن الكلام بالكلام اللي مكتوب على الغطا. تمام. هاجي هنا اجرب في القربة نفسها، سكان على طول بيقرا معايا وتطلع لي القربة. تمام. اتمنى ان الفيديو ده يكون وضح ليكم بسرعة طريقة ان انت تعرف المنتج الاصلي من اللي مش اصلي. ونتمنى ان التجار اللي بتضرب الحاجة تبطل انها تضرب، خلينا نتمتع بالحاجة الاصلية اللي بتقعد اكتر في العربية، بدل ما اشتري حاجة مضروبة وحاجة صيني ما تقعدش كتير واقعد ادفع مصنعيات مرة واتنين وتلاتة على نفس القطعة، وانا يعني انا معايا فلوس ان انا اشتري الاصلي. ايه اللي يخليني اشتري منك الحاجة الصيني او المضروبة؟ ثم الاصلي موجود، ايه المشكلة؟ هدفع مثلا 50 جنيه زيادة ولا 100 جنيه زيادة في الحاجة الاصلية، لكن اكيد هتقعد وقت اطول من الحاجة الصيني المضروبة او اللي انت مقلدها. فاتمنى ان انت تعيد النظر في تجارتك وتبيع الاصل، ما تبيعش المضروب او المتغلف اللي انت لازق عليه ستيكر جي ام. تمام.